يا مساء الجمال على احلى متابعين في الدنيا. مايونيز بيتي بدون بيض بنفس قوام وطعم المايونيز الجاهز بس اوفر منه بكتير، وفي نفس الوقت صحي عنه. هيتقل منك جوه الخلاط قبل حتى ما تحطيه في التلاجة. هنعرف الخطوات اللي تخلينا نوصل للقوام المثالي بأقل مجهود ممكن. وانا داليا، لو اول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي على اليوتيوب، لايك وشير لو عجبك الفيديو عشان توصلك كل وصفاتنا الجديدة. وصفاتنا الجديدة هدفها نحافظ على مصروف البيت يكمل معانا لاخر الشهر، وفي نفس الوقت حاجات صحية لينا ولولادنا. ولو ولادك من عشاق المايونيز بياكلوه مع اي حاجه وكل حاجه، تابعي الفيديو للنهايه عشان تعرفي التركايه اللي تخلي قوام المايونيز يتقل معاكي قبل حتى ما تحطيه في التلاجة وهو جوه الخلاط بيتقل. معايا هنا كوب معياري من اللبن، بحطه في كوباية أكبر عشان أقدر أحطه في الفريزر. معايا 2 كوب معياري من الزيت، يعني الزيت ضعف كمية اللبن. هتحطي كوباية لبن قدامها كوبايتين زيت، نص كوباية لبن يبقى قدامها كوباية زيت. كده جهزت معايا مقدار اللبن ومقدار الزيت اللي هحتاجهم للمايونيز. هحطهم في الفريزر مش أقل من ساعة، يعني من ساعة لساعة ونص. أنا سبتهم ساعة ونص عشان كل ما بيكونوا ساقعين أكتر داخلين في مرحلة التجمد، ده اللي بيخلي المايونيز يربط ويدي القوام التقيل المظبوط بتاعه. وده شكل اللبن والزيت بعد ساعة ونص في الفريزر. بصوا الكوباية مشبرة من كتر السقعية. اللبن بقى فيه قطع من التلج جواه، يعني زي تلج مجروش. الزيت طبعا ساقع جدا والكوباية مشبرة. عندي الخلاط، بنزل بكوباية اللبن بتاعتي في الخلاط، شايفين فيها قطع تلج. حط عليها معلقة كبيرة من الخل الأبيض، نص معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة مليانة من السكر، نص ليمونة. بنزل بعصير نص ليمونة فوق المكونات دي كلها. معلقة صغيرة من المستردة، وما تكتريش من المستردة، مش أكتر من معلقة صغيرة عشان ما يغيرش لون وطعم المايونيز. وبالنسبة للزيت ما بنزلش بيه كله مرة واحدة في الخلاط، لا ده أنا بحط شوية بشوية. الشوية اللي حطيتهم ببدأ اني اشغل الخلاط عشان كل المكونات تربط مع بعض وتبدأ ان هي تديني قوام المايونيز التقيل. برجع اقفل الخلاط واحط شوية تاني من الزيت، يعني كمية الزيت اللي عندي انا ممكن احطها على 4 مرات. بعد ما حطيت المرة التانية برجع اشغل الخلاط. بصوا هنا دي كده تالت مرة بحط فيها الزيت، بدأ القوام يتقل لدرجة أنا مشغلة الخلاط السلاح بتاعه مش عارف يتحرك بسبب قوام المايونيز التقيل. ودي كانت آخر كمية من الزيت. أنا كده حطيت كمية الزيت كلها على مراحل. بقفل الخلاط وببدأ اني اقلب، لاني طبعا شوية الزيت اللي اتحطوا في الاخر ما تقلبوش كويس مع المايونيز بسبب ان هو تقل، فسلاح الخلاط مش عارف يلف كويس. فببدأ انا باي معلقة طويلة ببدأ اني اقلب الكمية عشان كله يمتزج مع بعضه، وشوية الزيت اللي اتحطوا في الاخر دول برضو يتقلبوا مع بقية مكونات المايونيز. بصوا بقى، بسبب ان احنا حطينا اللبن والزيت في الفريزر القوام ربط معايا بسرعة جدا، في نفس الوقت قوام كريمي وتقيل وناعم جدا. بصوا انا بقلب في الخلاط اهو شوية الاخرانيين عشان كله يمتزج مع بعضه. شايفين القوام؟ ولسه كمان لما هيدخل التلاجة هيتقل اكتر من كده. برطمان كبير بنعقمه كويس جدا على البوتاجاز قبل ما نحط فيه المايونيز عشان نحافظ على عمر المايونيز اطول فتره ممكنه. طبعا لان المايونيز ده ما فيهوش اي مواد حافظه، فما بيقعدش في التلاجة اكتر من اسبوعين. عشان كده ما تعمليش كميات كبيره، تعملي الكميه اللي تكفي اسرتك اسبوعين مش اكتر من اسبوعين. جربيه هيعجبك طعمه، ما يفرقش عن الجاهز في اي حاجه. وبألف هنا وشفا.